يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. لا فعلا كانت ناقصه الزمالك اللي احنا نجيب ناس من الكيان ولكم الشكاير. اظن كده عرفنا الطريق الى جهنم بيبتدي منين؟ من 100 عقبه. فيديو النهارده يا ابو الصحاب مليء بالاخبار والتوقعات. ايش مش اخبي ومين هيكسب السوبر ومين هيعدي. كل التوقعات موجوده. ده مش بس كده، بالفيديوهات هناك المسؤول عندنا في الزمالك بيقول ان احنا نشفر الدوري وده الحل. ده مش بس كده يا ابو اصحاب، الكابتن ايمن عبد العزيز طلع وقال لك بيراميدز الاول والزمالك الثاني وسيراميكا الثالث والاهلي الرابع. سخنته انت الان على باكت التوأم ببلاش. اظن كده يا صاحبي حرقت لك بعض المواضيع، بس في مواضيع ما حرقت لك. لا عشان تكمل معايا الفيديو في حاجات هتسمعها بالصوت والصوره وبالفيديوهات، فلازم تكمل معايا الفيديو النهايه. الناس بتمشي بالنص، لا كمل معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. فيلا بقى نبدا يا صاحبي، بس كالعاده مستمر بدعمك نوصل فيديو 10000 لايك. اللي بيتفرج وما بيعملش لايك صباعك مش هيحصل له حاجه، انزل اعمل لايك. واللي بيتفرج من بعيد انا كاريزما. لا يا عم حد اشترك في القناه. ما تشترك. ايوه وانا بقول لك اشترك في افلام ابحيه، ما تشترك. اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه. ولسه ما صلاش على النبي، نصلي على النبي في الكومنتات، ويا ريت ندعي لاخواتنا في السودان. يلا نبدا. ونبدا باول موضوع معانا المثير للجدل ابو الصحاب. وامبارح قلت لك نادي الزمالك هيعلن بشكل رسمي عن مدرب حراس وعندك مدرب احمال. بالفعل مدرب الحراس لازم نقف عنده. زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، المدرب ده كان بيدرب في الكيان ولايه كوم الشكاير. لا وصور يعني منتشره ليه وهو كان واقف قدام الحجر وبيخبط دماغه. كانت ناقصه، يعني التكوين بتاع جهنم كانت ناقصه، والله كانت ناقصه. حفيد مصر مبخ يجي بقى كمان الكفره ولادكم الشكاير، نكون بقى مجموعه جهنم. طبعا احسبها معايا كده من الاول كده، هنشوف احنا بناكل لعيبه وبناكل حقوقها فلوسها، يعني بناكل بالبلدي حقوق الناس، صح ولا لا؟ ده مش بس كده، في لعيبه بتحشش، صح ولا لا؟ وفي لعيبه بتاع نسوان ولعيبه بتاع رجاله، فنجيب كفره بقى باكج كده. ايه يعني الشيطان يقعد جنبنا يا برنس؟ ايه الحلاوه دي؟ ده انت مش محتاج حاجه يا اسطى. نيزك يا رب، يا رب منع نيزك يخلي النادي حنه لبنيبه. انتوا بتفكروا منين ولا منين؟ انتوا عايزين منين ايه يعني انا قلت المشكله من ايام من مزر مبخ مؤسس النادي اليهودي. بتجيبوا احفاده يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني بتجيبوا ليه يعني ليه الفكره؟ يعني واحد يقول لي ما هو ولا علشان جه الزمالك، ما هو درب قبل كده في فاركو. ما هي دي المشكله، ان هو درب في فاركو. هو فاركو حد يعرفه؟ عشان يقول لك ما حدش يتكلم وما كان موجود في فاركو. حد في مشجعين لفاركو؟ ده في مشجعين للزمالك. ليه نجيب يعني يا عم ما فيش مشكله، والراجل مدرب اصلا ليه اصول برتغاليه، ماشي. ليه يعني هي ناقصه؟ طب ما احنا جبنا راجل بركه. والله الكابتن ايمن الرمادي فاكر بركه، كسبنا الكاس. حتى لو ما كناش كسبنا بتلاقي الناس حواليه اهلي او زمالك واعلاميين، ربنا يكرمه ربنا يسهل، خسر ولا حاجه ده راجل محترم. فاحنا كمان بنكون كمان التكوين العصابي ده اللي يقطع الخلف ليه من اساسه، وداخلين سوبر ومش شايفين قدام. طيب هنشوف ربنا هيكرمنا ولا لا. ده انا معايا توقعات تشيب، وهقول لك التوقعات ومين اللي هيكسب وكل حاجه. بس ليه نحط نفسنا في حته حيث وبيس ونجيب بالكيان ولادكم الشكل؟ ليه كابتن لباليب انا اصلا مش طايقك من الاول. لف ما تخافش. لفيت. واستكمالا لموضوع الزمالك ابو الصحاب، زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك. راجل الاعمال هاني بيرزي زي ما انت شايف بيقول لك قرر هاني بيرزي عضو مجلس الزمالك منح قرض مالي. القرض يزيد عن 15 مليون جنيه في ظل الازمه الماديه التي يعاني منها النادي. سيتم انهاء ازمه ايقاف القيد ودفع مستحقات جوميز وجهازه المعاون خلال الساعات المقبله. سيتم سداد جزء من مستحقات اللعيبه القرض لتحفيزهم خلال البطوله. واحد هيقول لي طب ما هو خلاص يا خفاجه، ما هو بيدفعوا، ما هو انت كمان ولا عاجبك كده ولا كده؟ انت سمعت قرض؟ انت كام قرض سمعته؟ يعني انت كام كلمه قرض دي سمعته؟ كلمه قرض دي يعني هيتسدد بقى بفوائده. قرض حسن هيتسدد في كل الاحوال، هيتسدد. واحنا كل ما نتزنق ناخد قرض. طب احنا سددنا الاولاني والله ما حد عارف حاجه ولا حد شامم حق ولا. كمل يا سياده الوزير. مين؟ يا استاذ اشرف صبحي. يا عم اصحى بقى بدل ما يا جدعان هي كلمة القروض ديت بقت سهلة؟ ده فوايد. طب ما هو النادي ما هوش لازما يوم اصلا، يعني حتى كمان هيدفع بالربا. انت عارف اللي يضحك اكتر بالصحاب في الموضوع؟ ان هم هيدفعوا معه ويفكوا القيد، يعني فلوس لا تتخطى ال 150 الف دولار، لا تتخطى يعني. ما هيدفعوا ويفكوا القيد. طب من الاول انا نفسي اعض حد دلوقتي ومن رقبته من الاول. كيف فيفا تروح
تشتكي فتاخد بالفوائد. كيف انا كده متكيف وقاعد مبسوط. وزاره الشباب والرياضه، النائب العام، اي حد مسؤول، في ايه يا رجاله؟ ايه اللي بيحصل؟ لا نقيل شويه. يا جدعان يا جدعان بالله، انتوا شايفين اللي بيحصل ده طبيعي؟ ده حتى البجاحه وصلت لهم. زي ما انت هوريك الفيديو، الاستاذ ماهر غريب رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك بيتكلم بالنسبه لحته الفيفا، يعني السمعه، يعني احنا اتفضحنا. يعني بص بره هناك في الامارات بيتقال عليك ايه؟ اسمع بس، الاعلامي يعقوب السعدي بيقول لك ايه؟ سمعه الزمالك في الوسط الرياضي كله مش كويس، لما قيد بيتم وقفه سمعة النادي مهمة. ده الناس بتطلع تقول ان الفيفا ضد الزمالك، في ناس والله مصدرها بتقول لك هي الفيفا قاعدة للزمالك، يعني جابوها في الفيفا كمان مؤامرة علينا من الفيفا. المشكلة بقى انت يعني كان قاعد بقى في الاستوديو، وده بقى المسؤول الاعلامي عندنا، يبقى في رد مقنع بقى ليه القيد بيتوقف وليه ما ندفعش ولو مبلغ قليل. شوف بقى قال ايه عشان بس ما تغلطش لوحدي، اسمع. لكن انت النهارده مبلغ لو حتى $100,000، انت النهارده تدي مكافآت للاعبين وعندك نفقات على مستوى النادي، والقضيه معروفه لما بتروح الفيفا. الزمالك مع تجاربه الكثيره في القضايا اللي من النوع دي بقت معروفه، اللي هو انت لعيب، انت ليك فلوس عندي، انا بحاول اتفاوض معاك، ممكن ما بنتفقش، فحاجه بتروح تشتكي في الفيفا، الموضوع بياخد من شهر لشهرين على ما انا ادبر فلوسي. تمام، فالموضوع بقى بسيط جدا. بسيط جدا. عندما تعجز الشخرة عن التعبير، يعني هي الشخرة بتبقى في موقف اعتراضي، فهي هتعجز. ده مش موقف اعتراضي، ده موقف اعتباطي. يخرب بيت ام البجاح، والله ما شفت يعني ما شفتش كده بجاح. يعني بيقول لك عادي بنتفاوض بتاع يقعد شهر شهرين وهدفع تاني. طب ما انت سوقت سمعه النادي. لا ما انا برضه بمشي اللي انا عايزه، بدفع في الوقت اللي انا عايزه، اللي هي المبالغ مش كلها، ده انا بدفع بس ايه؟ جزء، ثم الفوائد، ثم فوائد المحامي والفيفا والقواضي. ما دي كلها مصاريف، دي كلها تكاليف. لو القضيه مثلا امتدت سنه ولا حاجه بتدفع 5% كمان فوائد، فبيلموا مبلغ كده اهو. فالبجاحه اكتر يا ابو الصحاب اللي انت تفتخر باللي انت بتعمله ده، اللي انت بتودي لعيبه على الفيفا. تخيل بقى ده رئيس المنظومه الاعلاميه عندنا، ده رئيس المنظومه، فبيطلع يقول كده. فتخيل لاعب جاي جديد، فانا ابقى عارف لا اول ما الفلوس تتاخر هشد على الفيفا، اول يبقى عارف فلوس هاخدها منين. ده يبين لك ان انا بتمادى بالبجاح، اللي انا عارف باكل حقوق الناس، فبتاخدها من الفيفا، ما بتاخدهاش عن طريق الشرعي بتاعي، ده احنا بناخدها من المحاكم. لا ومش بس كده، بيقول لك ايه؟ احنا عندنا برضك ايه؟ مصاريف ومكافآت. يا كذاب، يعني انت بتدفع اصلا مصاريف ومكافآت؟ يعني ده اللي معطلك عشان ما تدفعش قواضي مصاريف ومكافآت؟ ده اللي عندك جعانين، ده احنا بناخد قروض عشان ندفع لهم، فبناء على كده لما بنيجي نسدد القروض بنتسددها بفوائد. يعني انت كمان حتى كمان مكفي اللي عندك؟ لا ما انتش مكفي اللي عندك، ولا فلوس ولا مكافآت ولا اي حاجه، وبتتاخر على اللي عندك، فبناء ولا عارف تسدد اللي عندك ولا عارف تسدد القواضي بتاعتك اللي بره، وبتطلع تفتخر اللي احنا عارفينه ومرتبينه، والموضوع بقى عادي في الفيفا. مش اللي انت اسوأ مجلس سوق سمعة نادي الزمالك في تاريخ نادي الزمالك، المجلس الفاشل بقيادة الكابتن حسين لبيب. تعال بقى الموضوع اللي بعد كده يا ابو الصحاب، بس يا ريت تكون متاكد ان انت عامل لايك، ولو ما انتش عامل لايك يعني ليك مساحه اهو تنزل تعمل لايك. انزل اعمل لايك وتكون مشترك معانا في القناه. زي ما انت شايف اللي قدامك ده ابو الصحاب، الكابتن سيد عبد الحفيظ لحق بالبعثه، وقلت لك الكابتن سيد عبد الحفيظ هيكون موجود في السوبر المصري. فتقدر تقول يا ابو الصحاب الاهلي بنسبه كبيره في عنصر قوي بيزقه للفوز. الكابتن سيد عبد الحفيظ عنصر قوي، والكابتن وليد سليمان قبل كده طلع وشرح، يعني بتلاقي بيقول يعني ان احنا بنقعد نتكلم كده ولا حاجه واصحاب والدنيا حلوه، تلاقي الكابتن سيد حفيظ تاني يوم بالليل مطبق عليه عقوبه، ليه مش عارف اتاخرت في تمرين ولا مش عارف ايه. فالكابتن سيد حفيظ ما عندوش، يعني حتى لو انت صاحبه ولا مش عارف ايه ما عندوش، انت خسرت فطبق عليك اللائحه، وممكن اكتر بسبب ايه؟ رعونه، بسبب تمرينك، بسبب اللي انت قصرت. فده في وقت مناسب للنادي الاهلي عشان اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي ما فيش اللي ابوس التيشيرت وروح الفانيلا، اللي بيأثر مع اللعيبه وبيضايق اللعيبه الفلوس. فالكابتن سيد عبد الحفيظ في الحته دي كويس جدا، اشتغلت هتاخد مكافئتك، ما اشتغلتش ممكن تتضاعف ويتخصم من عقدك، فده دافع كويس للاهلي في الايام اللي جايه. اما بالنسبه لاصحاب النادي الاهلي هيلعب بالتيشيرت الاحمر وسيراميكا بالتيشيرت الابيض، اما نادي الزمالك هيلعب قصاد بيراميدز. وهقول لك التوقعات والتشكيله والنتيجه وكل حاجه، بس بيراميدز الاول مره بيلبس التيشيرت الاسود. يا رب ما تبقى ليله سود، ما تعرفش بقى ليله سود على دماغ مين. تيشيرت اسود وانا هلبس الابيض، بس ليه الاسود؟ ليه تسودوها في وشنا؟ مش ناقصه. تعالى بقى ابو صحاب للتصريح اللي بعد كده وهنشوفه بالفيديو، بص مش هطول كتير عشان ايه نرد على طول. اسمع. في الترتيب اقول لك بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اهلي.
انا اللي بقول لك الزمالك عنده احسن سكواد موجود في مصر بعد بيراميدز الزمالك. يا سلام، شيكو معزم جمد قلبك قوي قوي قوي. ولو هطلعس كده الكابتن اسلام الشاطر قاعد اللي جاب القلعه جنب البحر. انت بتقول ايه يا ابن كوم الشكاير؟ انت بتشربوا ستروكس ولا ايه؟ قاعد مذهول. يعني بيراميدز زمالك يعني دول يعني اقوى سكواد. يعني لو بتتكلم كاقوى سكواد كاسماء النادي الاهلي كاسماء، ومش اللي انا بقول القيمه التسويقيه. ما هي القيمه التسويقيه اللي بتدل للاسماء اللعيبه دي جامده ولا لا. القيمه التسويقيه تضرب بيراميدز الضعف، الاهلي الضعف. ففكره النكش يعني كده انت سخنتهم. الحمد لله اللي احنا بعيد. وبيراميدز انت بتقول جامد واقوى والكلام ده كله ماشي، جامد واقوى، فهو هيلاعبني. فلا تدي الدفع على نادي الزمالك وتقول هو رقم واحد، لما تديش دفع لحد تاني. لا وتقول الاهلي الاخير خالص. تحسين لسه قافل النادي. انتوا بتشربوا ايه؟ هي ناقصه تسخين يا استاذ اي. الفيديو ده اللي بيتحفل بيه بعدين وشفنا كتير هنكسب سكور والدرديري طبعا طبعا. بنيجي بعد الماتش طرح الحقونا خبونا. يا جدعان بقى ما مش ناقصه تسخين بالله عليكم. نيجي بقى للخبر اللي بعد كده او تصريح رئيس بيراميدز. ما في رئيس وفي مالك. رئيس بيراميدز اللي هو الاستاذ ممدوح عيد بيقول لك السوبر المصري بيراميدز يدخل اي بطوله للمنافسه على اللقب لاننا نادي كبير يبحث عن البطولات ولاننا ابطال افريقيا طموحنا كبير جدا للتتويج بكاس العالم. حقه والله ما اقدر اقول اكتر من كده. حقه. انا نفسي بقى جمله افريقيا تبقى جنب كده. انا لسه بطل افريقيا وان شاء الله احقق حاجه في كاس العالم. الناس بدات تتقدم. الاهلي زهق من كلمه كاس العالم وبيوصل. فده بقى يعني بقى في فرق تانية يعني تطلع وتقول نفسها تحقق كاس العالم. انا بقى لحد دلوقتي بقول يا رب اوصل تاني. شوف بس هفهمك ان احنا مدى الانحدار. يا رب اوصل تاني في بطولة انا المفروض اخدها وانافس فيها. ولا لا يا رب اوصل تاني. ليه؟ علشان اروح افريقيا. ليه؟ علشان اكسب افريقيا. ليه؟ علشان اروح كاس العالم. شوف اللفة وشوف ده بيتكلم ويقول لك كاس العالم. حقه. تعالى بقى ابو الصحاب لتشكيلة الاهلي والزمالك والتوقعات ومين هيعدي. لا اركنها شوية يا عم. شوق ولا الدواء انت بتمشي في نص الفيديو ليه؟ تعال نسمع العته برضك اللي في الفيديو ده. رئيس المنظومه الاعلاميه عايز يشفر الدوري. انت مش مصدق ومقتنع. اسم. طب احنا بنشوف الدوريات الاوروبيه دي مشفره وبندفع عشان نشوفها. طب اشمعنى نيجي الدوري المصري يعني لما تعمل كده؟ انت رحت مباشره على التشفير لانه حل. هل انت تعتقد ان التشفير هو الحل الخلاص اللي ما فيش غيره؟ هقول لحضرتك على حاجه. هتيجي تقول حضرتك التشفير الناس مش هتقدر تشتري. طب خلاص انا كنادي انا هشفر مباريات. انا هتفق مع الجهه المسؤوله اللي معاها الحقوق. انا هشفر. انا ما عنديش فلوس ومحتاج فلوس. طب اعمل ايه؟ اعمل خط وامشي عليه او اعمل حواجبك. يعني لا سنك كبير على الكلام ده. تشفير ما نشفر. والله تبقى عملت خدمه. بالله تبقى عملت. وشوف كم نفر هيتفرج عليك. شفر. طبق ده. روح للمسؤولين عن البث. انا عايز اشفر مباراه الزمالك. شوف كم واحد اصلا بيتفرج عليك وشوف كم واحد بيتكلم عليك. هم بس هتلاقي صناع المحتوى والناس هتتابع من هنا. اما الناس الغلابه اللي بتاع التلفزيونات هتولع. يعني انت شايف معظم الناس بتتفرج على دوري الابطال؟ لا مش كله. في ناس اللي بتتابع ملخصات وفي ناس اللي سارقه مش عارف ايه والحاجات اللي زي دي. فانت اما تشفر فنفكر كل الناس بتتفرج عليك ليه؟ انت مين انت؟ معاك جمهور بس مش بالنسب الكبيره اللي انت متخيلها. يعني انت ممكن كمان ما تلمش عوائد زي العوائد بتاع البث المفتوح. والله ممكن ما تلم. وده مش دوري عشان يتشفر. هو انت تفكر عندنا كوره على ارضيه الملعب؟ قلت لك الحلاوه بتاع الكوره عشان احنا عدد كبير. ده نكش، ده شتم، ده قال تصريح. اللي حوالين الكوره مش الكوره نفسها. انت فاكر بنلعب كوره وهكون مستوعب اللي احنا بنقدم كوره؟ عايز تشفر والله يبقى احسن. رحمتي ناس فئه كبيره هتقول لك حبيبي لك لقاء جديد ومش عايز اشوفك تاني. شفر يا عم. انت افلست ومش عارف اي حاجه. خلاص تدي حلول. اما بقى ترميها كمان على الدوله والتشفير والحاجات اللي زي دي لا. روح دور على حلول وبلاش حلول القروض عشان دي حلول كمان احنا بندفع في الفوائد. يا رب نخلص من العته ده. ونيجي بقى للحظه الحاسمه. مباراه الاهلي وسيراميكا، الزمالك وبيراميدز. اقول على طول نقول التشكيله بتاع الاهلي واللي هيلعب مباراه سيراميكا. نقول في حراسه المرمى الشناوي، باك شمال كوكا، في الدفاع مرعي، ياسر، هاني باك يمين، في نص الملعب مروان، ديانج، تريزيجيه،
قدام بن شرقي، جريديشار، زيزو. ركز على التشكيله كويس عشان هنرجع تاني. اما بالنسبه لتشكيله نادي الزمالك امام بيراميدز، في حراسه المرمى صبحي، باك شمال بنتايك، في الدفاع حسام اسماعيل، عمر جابر، في نص الملعب احمد ربيع، محمد شحاته، عبد الله السعيد، في الخط الامامي شيكو معزم، والله مش عارف اقول شيكو بنز، خلاص مش عايز اشوفك بس للاسف هنشوف، الجزيري، ناصر ماهر. دي تشكيله الزمالك ودي تشكيله الاهلي. بالنسبه للتوقعات انا مستني توقعك انت راخر في الكومنتات بالنسبه للتشكيله، وبالنسبه على الناس اللي مش عارفه الدور اللي احنا بنلعبه ده اللي هيتعادل ضربات جزاء، مفيش اكسترا تايم. يعني الدور اللي احنا بنلعبه ده وصلت 90 دقيقه الحكم صفر هيلعب ضربات جزاء على طول. فتوقعاتك بالنسبه للتشكيله وبالنسبه مين هيفوز؟ توقعاتي انا شايف الاهلي هيفوز على سيراميكا 3-1. دي توقعات في الاول والاخر. اما بالنسبه لنادي الزمالك، الزمالك هيخسر 2-1. اتمنى يعني يكون توقعي غلط، بس ده يعني ده توقع في الاول والاخر. التمني يا رب الزمالك يكسب، طبعا عايز الزمالك يكسب، بس ده توقع في الاول والاخر، توقعات. فمستني وجهة نظرك في الكومنتات بالنسبة للتوقعات والتشكيلة. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده بالصحاب. اتمنى يكون عجبك. مستني وجهة نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت عليها. بشوف معظم الكومنتات وبعمل قلوب ومحدش يخش يشتم وانت مأجور وانت فيك وانت فيك. يا عم انا فيها كل ده، ماشي، انا فيها كل ده، ارتحت يعني من الكلام ده. في الاول والاخر دي كوره وبقول فيها وجهه نظري، ويا رب اشوف الزمالك يعدي بيراميدز ويكسب يا رب والله. بس انا بقول التوقعات في الاول والاخر دي كوره. انا بقول كفايه كده، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده. يا ريت لسه ما عملتش لايك ليه يعني انت، انا معاك كل يوم ومستمر اهو. يا ريت اتمنى يعني نوصل فيديو 10000 لايك. ولسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو نزله يجي لك اشعار بيه. وانا بقول كفايه كده وسلام.